تولى الأمير محمد ولاية العهد، وهنا بدأ الملك الحسن الثاني كيوجدوا المهام ديالو. فقام الملك الحسن الثاني بتكليفه بعدة مهام على الصعيد الوطني والعربي والإسلامي والإفريقي والدولي. فكانت أول مشاركة ديالو عام 1967 عندما رافق الوالد ديالو في مهمة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أول مهمة رسمية له خارج المغرب في 6 أبريل عام 1974، فاش مثل الحسن الثاني في قداس ديني تخليدا لذكرى رحيل الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو. وعام 1979 عين الأمير محمد في منصب رئيس شرفي للجمعية الاجتماعية والثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وفي 18 مارس عام 1982 عينوا الملك الحسن الثاني رئيس للجنة المنظمة للدورة التاسعة للألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي جرت في مدينة الدار البيضاء.